والله توقعت السنة هذه ما ينزل الفيديو السنوي، لكن لا، ما هذه ما تعدي يا جماعة. نزل الفيديو السنوي لضيق الوقت يقول لك. بعدين استقطب انزاجي وركزوا، كررها اكثر من مرة. يعني احمد ربك يا هلال، جبنا لك مدرب. احمد ربك يا اخي، ما كنا يعني انت احسن من غيرك، جايبين لك مدرب، انت فاهم؟ انزاجي يعني خلاص، المفروض يلا. واعطاك واحده انه احنا جاهزين نجهز الفريق من 2023، فهمت يعني؟ اللي هو ترى البناء من زمان، البناء من زمان عشان نبني الفريق. لودي وكايو. يا اخي انا احب البناء الصح، هذا البناء اللي اساسه بيطيح يعني حرفيا بضربه من كتفي. لا بعدين ناقض نفسه يا جماعه الخير. ايش يقول لك عشان تفهموا حاجه، ان الفتره الاستثنائيه هذه مدتها قصيرة ولا يوجد خيارات كثيرة. بالله ولا الجمهور اللي من الصيفية جالس يصيح عليك يقول لك ابدأ من الآن، ابدأ من الآن. أجلت الصيفية، جينا في الشتوية قلنا يا ابن الحلال يا ابن الحلال، ترى ما بتقدر تسوي شيء في كاس العالم الفترة، ما هذا. قال لك لا، شتوية أجيب كايو عشان نخزن الميزانية ونضعها في الفترة عشان نخلص. الحين هو نفسه اللي مأجل الفترتين جاي يقول لك لضيق الوقت. يا جماعة بالله عليكم، يا جماعة بالله عليكم، اللي إلى الآن واقف مع فهد بن نافل، الكلام اللي جالس يقوله هذا منطقي بالنسبة لك؟ اللي يأجل فترتين صيفية وشتوية عشان الفترة أبو 10 أيام، هو نفسه طالع الآن يقول لك لضيق الوقت إحنا ما نقدر وما في خيارات كثيرة، يقول لك عشان لأن هذه فترة استثنائية بس 10 أيام. طيب والفترتين اللي راحت هذه اللي أنت نفسك مأجلها إيش وضعها؟ لكن على العموم الحمد لله، الحمد لله، وأشكر الله كثيرا يا جماعة الخير إن هداهم وما سووا شيء اللي دائما يسووه عودونا عليه سنويا، فكرة إنك تتعاقد مع أي واحد جاي قدامك عشان بس ما تكسر كبريائك أمام الناس وتقول أنا جبت صفقات. الحمد لله خلاص، أنت طلعت بمظهر الحزين هذا، مظهر المكسور والغلبان على أمره. ما عندي مشكلة، نخلص كأس العالم خلاص، ننتهي منه إن شاء الله، نبدأ الفترة بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم. هات المدير الرياضي يرحم والديك، خليه يقعد مع انزاجي، خليهم في غرفة معزولة يخلصوا أمورهم، يحطوا الخيارات اللي يبوهم، بعدين هو يتفاوض وخلاص وننهي الموضوع عشان ما نعيد الكرة. والله 6 سنوات أقسم بالله الواحد تعب، يمين الله. أظن كفاية على الجمهور اللي أنت تبغاه يدعمك إلى الآن، اللي منزل تيشيرت ب 750 ريال، تيشيرت يعني ب1000 ومدري كم، تبغاه يدعمك الى الان ما في مشكله، لان مشجعي الهلال يحبوا الكيان، ما يحبوك انت مثلا ولا يحبوا لاعب معين. فالحمد لله انك مشيت الدنيا. خلونا نشوف بعد كاس عالم البلشه ذا، نشوف الصفقات، والله يجيب الخير لنادي الهلال.